7 ملايين امرأة هو عدد العانسات في المغرب، والأسوأ من هذا هو أن 4 ملايين منهن تجاوزن سن 30، مما يصعب عليهم أكثر إيجاد زوج. هذه طبعا هي نتائج إصلاح المدونة يا سوهبي. هذه هي بعض نتائج، يعني بدأت نتائج الإصلاحات بين مزدوجتين. الآن إذا كانت الإصلاحات تحث على أن يقتسم الرجل ثروته مع امرأته، وهذه المرأة تقوم لكي تتزوج برجل آخر ويصبح الزوج الأول يدفع ثروته للزوج الثاني، فالآن لن تجد هذا الزوج لكي تقتسم معه حتى طرف ديال الخبز كما يقال بالدارجة المغربية. دعوا المغاربة يختارون إصلاحاتهم بأنفسهم، دعوا المغاربة يختارون القوانين التي تريد أن تحكمهم، خاصة فيما يتعلق بمدونة الأسرة، لأن مدونة الأسرة عند المغاربة مرتبطة بالجانب الديني بشكل كبير جدا.